السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله انا النهارده جايه لكم فيديو جديد، جايه لكم بريفيو عن غسالة الاطباق فريش. هعمل لكم ريفيو سريع عنها وعن رأيي فيها. انا جربتها، هي عندي بقالها حوالي شهرين يعني. فقلت اعمل لكم ريفيو عنها ونقول لكم رأيي فيها، بما اني اصلا انا جايباها مضطره يعني. ما هي ما كنتش عايزه اجيب النوع ده، كنت عايزه اجيب نوع تاني، بس للاسف ما كانش فيه في السوق خالص غير النوع ده وبيكو. ناس كتير قالت لي لا، خليكي في فريش احسن. فاخترتها بناء على رأي الناس. فهقول لكم بقى رأيي فيها بعد ما استخدمتها. تمام. هي اولا اسمها فريش اي 15 سيلفر 60. النوع ده اللي هو هقول لكم بقى من الناحية التانية مكتوب عليها نوعها. اصل في منها كذا نوع نفس الشكل، اللي هو اي 50 60 اي 15 60 اس ار. دي اللي هي ستانلس بره وجوه. تمام. مش الشاشه الديجيتال اللي هي الزراير زي ما انتم شايفين كده، زراير عاديه. هوريكم كل حاجه فيها. انا طبعا رص المواعين كنت هشغل، فقلت بما اني هشغل يعني فهوريكم بقى من جوه بتاخد قد ايه و... و... وبستخدم لها ايه، واقول لكم كل حاجه عنها. خليكم معايا بقى. هنفتح بقى الغساله مع بعض. بتشديها كده من هنا، بتفتح معاكي عادي. انا اول ما جت ما كنتش بعرف افتحها، بس خلاص يعني هي بتبقى بس عشان في الاول جديده وكده. اول ما تفتحي الباب بتلاقي هنا ده مكان المسحوق او القرص، لو انت هتستخدمي مسحوق او قرص. وهنا مكان الملح، هنا مكان ايه الملح والزيت. تمام. طبعا انا مش بحط ملح وزيت، مش بحط زيت قصدي، عشان ايه؟ انا بستخدم اقراص، يعني الاقراص فيها كل حاجه، فانا مش بستخدم ما بفتحش اصلا المكان ده. حتى انا والله مش عارفه هو بتاع ايه، بس انا بخمن كده ان هو بتاع الزيت يعني، لان الملح بتاعي بيكون تحت، مش عارفه اقفله. المهم هي دي شكلها، ده شكل الباب بتاعها. تمام. هنفتحها كده. اول حاجه هنا من فوق انا حاطه الحلتين وحاطه كل كوبايات بقى كتير جدا. انا ما غسلتش مواعين بقالي يومين، انا بجمع وبعدين بغسل يعني، مش بشغلها ايه على الفاضي يعني. في ناس بتحب تشغل اول باول، وفي ناس بتحب تجمع فيها. انا بصراحه بجمع، متقلقوش ما بيجراش ليها اي حاجه، انا بجمع. ولما بتتملي عشان ما شغلهاش على الفاضي حرام، لان الغاز غاليه وطبعا كل حاجه غاليه زي ما انتوا عارفين. ده من تحت. انا كان عندي حلتين بس النهارده. انا في العادي لما بيكون عندي حلل كتير بحط الحلل كلها تحت، يعني بتاخد مثلا 4 5 حلل تحت عادي. هي دي ال 12 فرن. بحط الحلل كلها تحت عادي، وايه وابدا احط الاطباق فوق. بس الاحسن لو الاطباق كبيره زي اللي عندي دي اطباق ملامين كبيره، فانا ايه، شايفين الطبق كبير ازاي؟ فانا بحب اوقفه تحت كده عشان ينضف كويس يعني. انا والله مش عارفه الزرار اللي جنب المسحوق ده بتاع ايه، انا هوريها لكم من جوه اهيت. بصوا بقى، هشغل بس الفلاش. بصوا من جوه، ده ده الرشاش من تحت، وده الفلتر. ده الفلتر يعني المفروض تغسليه كل اسبوع بالكتير. هو الراجل لما بيجي يركبها لك بيقولك تعملي ايه. بصوا من جوه هي ستانلس اهي، المفروض ان هي ستانلس من جوه، والرفوف بتاعتها برضو المفروض ان هي ستانلس يعني. تمام. هنا بتهيألي ده مكان الملح، مكتوب عليه اهوت ملح. يبقى اللي في الدرج جنب المسحوق ده مكان الزيت. تمام. هي دي الغسالة كبيرة جدا يا بنات، وبتشيل ما شاء الله. هي فيها رشاش تحت ورشاش في النص هنا، ما فيهاش رشاش من فوق يعني. في اندست والحاجات دي بقى فيها رشاش من فوق، في كمان بقى في رف تالت. بس هي ما شاء الله بتشيل كتير كتير. انا اصلا مش مالياها كمان على الاخر يعني. بما اني يعني بقالي يومين ما عملتش مواعين، فقلت اشغلها معاكم النهارده. هقفل بقى الباب واوريكم البرامج بتاعتها بالتفصيل، وهقول لكم برضو بستخدم لها مسحوق ايه واحسن حاجه انا جربتها. بصوا انا بجيب لها فيري، الاقراص دي حلوه جدا يا بنات.
ما شاء الله عليها. بس هي فيها عيب واحد بس، الريحه بصراحه ريحتها اوفر، يعني انا مش ما بحبش ريحتها قوي، بس هي ده العيب الوحيد اللي فيها، يعني هي ريحتها قويه جدا. فالناس بتقولك افتحي الكيس، فانا فاتحاه اهو، ده خلاص قرب يخلص. انا هقول لكم بقى انا بجيب الاقراص دي منين، وبقى عليها عروض حلوه جدا. لون طبعا، لون حبيبتي. بصوا انا بجيبها من نون، هي ارخص مكان بيعمل عليها عروض باستمرار، يعني كل فتره كده. عشان القرص هحطه فيه واقفل كده. طبعا لازم لما اجي طبعا لازم لما اجي اشغل الغساله ادوس على الزرار اللي هو بتاع القرص ده. تمام، انا هوريكم البرامج بتاعتها بقى. ده الزرار الباور اللي بنفتح منه، ده الزراير اللي بنغير منها البرامج. هو عندي 6 برامج هنا. ده برنامج شطف، بس انا هجيلكوا النور عليه عشان تشوفوا. مش عارفه هو النور باين ولا لا، لان الاضاءه قويه عندي شويه. انا هقفل الفلاش. ايوه كده باين اهوت. ده برنامج شطف. وبعد كده ده برنامج 30، بس هو مش بيعمل حاجه، ملوش اي لازمه يعني. فالاحسن نستخدم برامج اطول شويه. انا هقول لكم انا بحب استخدم برنامج ايه. ده برنامج الايكو اللي هو الاقتصادي، بس بيطول جدا جدا يعني ممل، فما بحبش استخدمه بصراحه. ده برنامج 50 حلو برضو، بس انا مش بستخدمه لان انا مش بحسه مش بينظف احسن حاجه يعني. ده 65 برضو كويس، بينظف وحلو كل حاجه. انا بقى بحب استخدم اللي هو 70 ده، يعني بحس ان هو بالنسبه لي احسن حاجه. في جنبه زرار هو نص حموله، لو انتي نص حمولة بقى، لو انت ايه هتعملي نص حمولة، يعني هتشغلي من فوق بس. تمام، ده الزرار اللي تحتيه زرار القرص. لو ما هتكون طبعا نحط قرص احنا ندوس عليه، لان احنا ايه حطينا قرص عشان يخلي القرص بقى يتفتت ويفتح وكده. تمام، بتدوسي على الزرارين دول. ده زرار اللوك بيقفل عشان ما فيش اي حد من الاطفال او صغيرين او كده يعرف يفتح الباب وهي شغاله لو انت خايفه. فبتدوسي على الزرارين دول مع بعض 30 ثانيه، فبيقفل الباب خالص، ما حدش بيعرف يفتحه. تمام، عندنا هنا 3 لمبات. اللمبه دي بتنور لما يكون اللوك مقفول، ولمبه انا بقى مش عارفه بس دي بتاعي لمبه الزيت ولمبه الملح. انا مش هما منورين اهمت عشان انا مش بحط زيت ولا ملح. تمام، اللمبات بقى العاديه دي بتاعه البرامج اللي بتشتغل جنبها. وهنا زرار باور. كده هي اشتغلت خلاص. انا طبعا كده قلت لكم كل حاجه عن الغساله وبرامجها وكده. هي حلوه جدا يا بنات، والله العظيم مريحه وبتنظف. يعني انا كنت الاول عايزه اجيب حاجه في دماغي، بس طبعا ما لقيتهاش. فالناس قالت لي عادي كله زي بعضه، ودخلت على جروب اللي هو بتاع الغسالات ده، فلقيت كل الناس بتقول لا عادي كله زي بعضه وكله بينظف وكله ما فيش مشكله يعني. فانا لما استخدمتها لقيتها ما شاء الله بتنظف، بالحاجه بتطلع منها زي الفل. انا بقى هستناها تخلص. إيه، ممكن اوريكم الاطباق بعد ما تخلص، وممكن اكتفي بالفيديو كده عشان ما يبقاش طويل، بس هي بجد بتنظف حلو جدا وممتازه بصراحه. هنا هو حاضر السدرة بتقول لكم اشتركوا في القناه. هنا اللي هي الاستهلاك بتاعها ايه، اللي هو احسن حاجه متستهلكش كتير، ومكتوب عليها الساعه 12 فرد والماركه فريش. وهنا بقى الموديل كذا كذا. الموديل ده فيه منه 2 شبه بعض، في واحده فيها شاشه من فوق كده ديجيتال، وفي اللي هي بزراير. بصراحه انا لما جيت اشتري ما لقيتش غير دي، وكان الفرق حوالي 2000 جنيه. فعلى ايه يعني الشاشه ملهاش لازمه. يعني دي كانت ب11، التانية كانت ب13. ده من شهرين، دلوقتي الاسعار ضربت فوق خالص يعني. دي دلوقتي ب15 او اكتر كمان. فالله المستعان يعني. فبصراحه لما جبت الشاشه قلت مش مشكله، طالما الراجل قال لي اللي في المعرض قال لي هما زي بعض بالظبط، الفرق بس في الشاشه. فانا جبتها دي. حلوه جدا وكمان موفره في الطاقه، يعني مش بتستهلك معلش انا بنهج فمش قادره اجمع كويس. فمش بتستهلك كهرباء كتير يعني، فحلوه. ان شاء الله لو هتجربوها باذن الله هتعجبكم جدا. لو انتوا ناويين تجيبوا غسالة اطباق قريب، هي كويسه دلوقتي، فريش تعتبر دلوقتي احسن حاجه. وكمان خدمه العملاء بتاعتها حلوه قوي، يعني بتتصلي في اي وقت بيجولك جري. بيهتموا بخدمه ما بعد البيع قوي يعني. غير بيكو ناس كتير حذرتني منها، وفي ناس قالوا بتصدي، وفي ناس قالوا
مش حلوة بصراحة، شفت عنها ريفيوهات وحشة كتير، فتوكلت على الله وجبت فريش والحمد لله. حاضر. إيه فالحمد لله طلعت كويسة، ويا رب تفضل كويسة ان شاء الله. إيه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ان شاء الله يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.